بيقولوا ان السينما بتكون مرايه للمجتمع، وساعات بيقولوا العكس انه او الدراما، لكن ساعات كمان يقولوا لا انه احنا المفروض نعمل اللي احنا متصورين اللي احنا عايزينه. يعني مش انا المفروض اجيب الواقع زي ما هو كده، لانه احيانا القبح اللي بيبقى موجود في الواقع لما بجيبه واجسده بيزيد عند الناس، لكن انا المفروض بحط الايديال او الصوره اللي انا عايزه اجمل بيها المجتمع. في ناس بتقول ده صح وفي ناس بتقول ده صح. النهارده هنتكلم عن صورة المرأة دي اللي عايشة في وسطنا، اللي بنشوفها من خلال شاشة التلفزيون. احيانا بنلاقيها حقيقية جدا، واحيانا نلاقي انه لا، مش دي الست المصرية خالص. الصورة اللي احنا عايزين نصدرها، لانه لاحظوا انه لحد دلوقتي لسه المسلسلات والافلام المصرية هي عربيا تعتبر في المكانة الاولى او في المنزلة الاولى. فبالتالي خلوا بالكم كويس جدا ان كل حاجة احنا بنطلعها هنا عندنا في مصر هي دي الصورة اللي بتتصدر كمان لدول تانية. وبالتالي تعالوا كده عبر التاريخ نرصد صورة المرأة في السينما وفي الدراما، لكن يمكن اغلب اللي معانا النهارده بنتكلم عن السينما والافلام. النهارده معانا الناقد السينمائي الاستاذ احمد سعد الدين اللي بينورنا ويشرفنا دايما في بيت العيله. ازيك، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا وانت طيبه، كل المشاهدين طيبين. ليك اجواء مختلفه في الاحتفال السنه دي ولا لا والله أنا ولا اصلا مفيش احتفالات؟ لا انا احتفالي زي كل سنه مفيش مش هتتغير. لا انا بحب امشي في الشوارع بالليل بجد بعد الساعه 12. قبل 12 على طول احب امشي كده جنب النيل واشوف الناس بتعمل ايه، يعني بتبقى حاجه لذيذه كده، فرحه يعني. ترصد دخول السنه الجديده في عيون الناس يعني، او احب اشوفها في عيون الناس، فانا بتفائل بالموضوع ده. وما اعرفش جرعه التفاؤل بتبقى افضل لما بتمشي في الشارع وتحس الناس فرحانه، ما بتحسيش ان ايه في خناقات في مش عارف ايه. السهر في الاماكن المغلقه خلاص لعلمك الناس البسيطه هي اللي بتدي الطاقه الايجابيه دي. ما هو ده الاساس. ده حقيقي، الفرحه اللي هي من اقل حاجه دي. طيب نتمنى ذلك يا رب. قبل ما ندخل على فيلم من اللي معانا ونتكلم عنهم بشكل عام، انا طبعا مفيش حاجه اسمها نقيم كده صوره المراه في السينما والدراما، يعني لان كل مرحله كانت مختلفه شويه عن الثانيه. لكن مؤخرا هل السينما بتمثل المراه المصريه بجد ولا لا؟ السينما في الاصل هي انعكاس لواقع، هي لا تنقل الواقع كما هو ولكنها انعكاس. وما اقدرش اقول السينما بتمثل مرأة او رجل، لكن اقدر اقول ان هي قدمت نماذج مختلفة مع كل وقت. يعني حاجة بسيطة جدا، يمكن الاجيال اللي بتتفرج علينا معظمها صغيرين ما عدوش ال 35 سنة مثلا. انا خلال 35 سنة هلاقي ان عندي 3 بطلات او نجمات من النجوم النساء، كل واحدة اخذت اتجاه. المرأة القوية اللي بتقهر الرجال بالكامل ودي كانت متمثلة في الفنانة نادية الجندي. هل اقدر اقول ان هذه المرأة هي المرأة المصرية بالكامل؟ عملية صعبة لكنها موجودة. تمام. عندي الفنانة نبيلة عبيد برضو اخذت شكل من اشكال الجانب النسائي بس بشكل اخر. تمام. وبرضو ما اقدرش اقول ان هي المرأة المصرية بالكامل. عندي كمان قبلهم او في نفس الفترة في البداية كانت الفنانة العظيمة نجلاء فتحي، وعملت نماذج من المرأة الحديدية والانتقام ولا اخره، وده برضو هذا النموذج موجود. اذا السينما ما بتجيبش نموذج واحد طبعا وتبني عليه، هي كل ظاهرة ليها فيها بصمة. على هذا الأساس السينما من يوم ما ابتدت من منتصف العشرينيات وبداية ثلاثينيات القرن الماضي قدمت المرأة بأشكال مختلفة على مر العصور. منها يعني أم كلثوم مثلا مش قدمت نموذج من نماذج المرأة، سواء في فيلم سلامة، سواء في فيلم فاطمة، سواء لما كانت ممرضة وبتصرف على أهلها، مش ده كان نموذج موجود. إذا أنا ما أقدرش أقول إن النموذج ده أقدر أعممه، لكن أقدر أقول إن السينما في الثلاثينيات قدمت جزء من المرأة العاملة. طب استنى عشان ناخد بالترتيب، بما إنك بتتكلم عن زمان. في الثلاثينيات يعني 1930 تحديدا كان فيلم زينب.
زينب يمكن 27. 27 انا يعني عندي هو في في المكتوب. النهاية بس يعني نهاية العشرينات. بهيجة حافظ وكانت بتحب وقتها ابراهيم هو سراج منير. تمام. انا مش فاكره الفيلم قوي الحقيقه عشان يعني يمكن ما كناش الأفلام- مولودين ايام. لا مش من الافلام اللي جيلنا ابتدى يتابع، يعني انا من الناس اللي متابعه جدا الابيض والاسود، بس مش الحقبه الزمنيه دي، يمكن من اول بعد كده بين القصرين بقى والاستاذه فاطمه وكل ده انا حافظاه صم. لكن زينب شويه الافلام اللي كانت اقدم دي ساعتها كان القصه دايما اللي بتحب اللي قدها ويجبروها تتجوز الراجل الغني، يعني القصه دي كانت منتشره قوي وقتها. تعالي نرجع، البنت المقهوره. ما انا هقول لك، تعالي نرجع بالزمن لفترة الثلاثينيات او العشرينيات والثلاثينيات. المجتمع في ذلك الوقت مجتمع ذكوري بنسبة 100%. هذا المجتمع هل يتقبل المرأة الحديدية في ذلك الوقت؟ طبعا مستحيل. يبقى هنا السينما بتعمل ايه؟ ما كانش فيه بترصد اصلا واقع موجود مع اختلافات بسيطة. تمام. على هذا الاساس هنلاقي ان سراج منير هو صاحب الكلمة الاولى، وهنلاقي بهيجة حافظ مرأة وموجودة وكل حاجة، لكن دايما تابعة لايه؟ للرجل. يعني مثلا جوزوها زكي رستم بقى. ما هي التقاليد في ذلك الوقت ان المرأة ما عندهاش اختيار. بل بالعكس، في بعض الافلام تحديدا، مش هذا الفيلم، في افلام غيره، لما بيجيب الدراما الصعيدية بيقول ايه؟ فلان بيحب فلانة لكن ابن عمها عايزها. ينسى قصة الحب دي خالص، او هي تنسى قصة الحب. هنا السينما جسدت هذا الواقع. صح. ومش جسدت هذا الواقع، لا، ده انت لما تتفرجي عليه دلوقتي تقدري تستشفي تفكير مجتمع في ذلك الوقت كان ماشي ازاي. صح. تمام. على هذا الاساس نقدر نقيس على المرأة والرجل، ولكن مع كل بقعة ضوء موجودة على المرأة هتشوفي الدايرة بتكبر او بتصغر ازاي في المجتمع. فده كان فترة البداية، نهاية عشرينيات بداية ثلاثينيات. وما ننساش ان بداية الثلاثينيات هي بداية السينما. يعني كانت السينما جديدة بقى لها سنتين، سنة، 3، مش عرض، شغل اللي هو انتاج. تمام. قبلها لو انا رجعت كمان ما قبلها للمسرح، المسرح كان عبارة عن ايه؟ ذكوري فقط، لدرجة ان هم لما كانوا يجيبوا في بداية المسرح في نهاية القرن 19 يحبوا يعملوا دور امرأة، ممكن واحد يلبس فستان كان ساعتها هو اللي كان امرأة. الراجل هو اللي بيعمل الست عشان ما كانتش بتطلع ساعتها الست بتمثل. صح. يبقى هنا حصل تطور عبر الزمن حسب إلى أن نظرة وصلنا المجتمع للمرأة. يعني بالظبط. الأول كان ما ينفعش المرأة تمثل أو تطلع، وكانت ساعتها الممثلة دي حاجة بينظر ليها نظرة مختلفة لحد ما ابتدت تفرض نفسها. فتطور اللي بنشوفه على الدراما هو فعلا، أو السينما هو نفسه فعلا كان بس في نقطة بيعكس. أهم، إيه هي بقى؟ ناخدها ونروح للتقرير. حاضر. احنا دلوقتي واحنا بنتكلم في فترة العشرينيات والثلاثينيات، وهو جايب المرأة المقهورة. في ذلك الوقت مش كان في واحدة ست موجودة في مصر ممكن تبقى عماد البيت وهي اللي بتصرف على البيت؟ في الفلاحين، في الصعيد، في غيره في غيره. ليه السينما ما نقلتهاش كما هي؟ دي هو ده بس. عشان ده دايما بنقول الثقافه اللي كانت بتبقى عايزين ننشرها او اللي غالبه عليها، اللي احنا قلنا في الاول المجتمع ذكوري في ذلك الوقت بالظبط. لا يتقبل. هم القائمين على السينما وقتها كانوا الرجاله، هم كانوا وجهه نظرهم. هو كمان بيعمل افلام لازم الناس تتماشى معاها. طيب هنروح لتقرير نشوف فيه الناس بتقول ايه عن المرأة في السينما وفي الدراما، يعني عامة اتقدمت ازاي في التلفزيون من خلال شاشة التلفزيون او السينما. ونرجع مرة تانية لان مهم قوي اراء الناس. نرجع لكم بعد التقرير. عندك تعليق على التقرير؟ لا والله، هو كل واحد هنا شاف اللي هو عايز يشوفه او اللي يتماشى مع ميوله. الحكاية مش حكاية ان انا اشوف المرأة في دور عارية او في دور ان هي بتشتغل او غيره. انا بتفرج ازاي، انا بحب ايه اللي يتماشى معايا. لان انت ممكن تلاقي على الشاشة 10 سيدات لكن عينك تروح لحد انت حباه
او نموذج انت بتحبيه. لكن في النهايه رساله الفن ان انا اعرض نماذج مختلفه، هذه النماذج تكون موجوده في الواقع ومش خياليه، ده الاساس. طيب عايزه بس الاستاذه فاطمه، الفيلم الجميل بتاع الرائعه فاتن حمامه الفنانه الله يرحمها الجميله، وطبعا عبد الفتاح القصري الله يرحمه كان عامل دور رهيب. لا هو الفيلم كله الله يرحمه الفيلم بالكامل يعني بس وكمال الشناوي طبعا، صح كلهم الله يرحمهم يا رب، فنانين جمال. الفيلم ده هل وقتها كان متماشي مع المرحله بتاع تمرد الست الفيلم ده نشوف اتعمل جزء. امتى؟ طب استنى نشوف استاذ وليد لنا محضر لنا جزء الاول. طيب اوكي نشوف جزء ونرجع مره ثانيه نتكلم عن الفيلم، نفكركم كده بالفيلم. يلا. يا نهار اسود هتحكي لي عن دكان؟ الواحد لو الفيلم ده جه يعني 20 مره ورا بعض هتفرج عليه برضو بنفس الحماس، ونفسي الجيل الجديد ده يحب الافلام دي زي ما احنا كنا بنحبها كده. الفيلم ده بيمثل المرأة ازاي؟ شوفي الفيلم ده لما اتعمل تقريبا كان في منتصف الخمسينيات. منتصف الخمسينيات كان في الوقت ده المرأة ابتدت تبقى موجودة متعلمة. ايوه ماشي، لان احنا عندنا تقتحم مشكلة بقى حياة عملية ما كانتش موجودة قبل كده. احنا عندنا مشكلة ان في بداية القرن، يمكن العشرينيات او ما قبلها على طول، يمكن اول امرأة اخذت شهادة الثانوية العامة كانت نبوية موسى، يعني لسه حافظين الاسم. لكن مع التطور الزمني ابتدينا نشوف المرأة تتخرج من جامعة. لما اتخرجت من جامعة في بعض المهن نقدر نقول ان هي كانت مقتصرة على الرجال. ثقة مش بقى الرجل العادي، لا، ثقة المجتمع بالكامل ان يروح لدكتورة او يروح لمحامية ست كانت فيها مشاكل لحد دلوقتي بالمناسبة. لا 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 اسمع كلامي اسمع كلامي. لا لسه طبعا، يعني مش زي زمان بس لا لسه. هنا بقى خصوصا موضوع الدكتورة ده معرفش ليه. انا معاكي بس مش كله، يعني ده حقيقي. لكن هنا توظيف القوى الناعمة لصالح تثقيف مجتمع وتغيير عادات وتقاليد كان بشكل رائع. ليه؟ احنا هنشوف في الفيلم هو شغال لايت كوميدي جميل تمام جميل. لكن في النهاية قدرت ان هي تطلع موكلها اللي هو الرجل صاحب كل المرافعات ولا اخره، تطلعه براءة ولا ما تطلعوش. هنا الفيلم اخذ المشاهد ومشي معاه ان المرأة يعني كائن ضعيف، كائن جميل، كائن لطيف، لكن الشغل ليه الرجل. الفيلم ده اتأثر بوضع المرأة وقتها اللي كانت لسه بتعافر كده في الحياة العملية، كانت بتحاول، لكن أثر بعدها في افلام كده بقولك اثرت في المجتمع بعد ما اتعملت. هل الفيلم ده اثر شويه في المجتمع بعد؟ تاثير القوى الناعمه ما بيبقاش تاثير مباشر في يوم وليله. تمام. بمعنى لو انا حسبت الموضوع ده ان هو في منتصف الخمسينيات هلاقي ان جاب النتيجه الاكبر في السبعينيات. اذا جاب نتيجه ولا ما جابش، لكن سرعه النتيجه ده موضوع تاني. تمام. طب ما انا عندي فيلم نسائي غير قوانين، اريد حلا عندنا وده بقى كان مباشر. صح ولا لا؟ هنا الفارق ما بين القوى الناعمه ممكن يبقى ليها نظره قصيره الاجل او خطه قصيره الاجل وخطه طويله الاجل. هذا الفيلم كان فيلم طويل الاجل، ادى نظره للمراه مختلفه، ادى احترام للمراه بشكل ما، بشكل كبير اكبر، وفي نفس الوقت ساعد على لا يا جماعه طب ما بتفهم، ما هي موجوده. صح. فهنا تم توظيفه بشكل افضل. طيب هنروح نشوف برضو جزء من فيلم رائع، فيلم الزوجة الثانية. الفيلم ده هو فيه اسقاطات كتير، يعني منها طبعا حاجة بسيطة وهي الحياة العادية، انه ازاي واحد يصر انه ياخد زوجة من زوجها ويتجوزها عنوة، وهو كمان له ابعاد تحس انها شوية سياسية او بترمي على فكرة السلطة والتسلط. بس مش هو عمل كل ده؟ مين اللي اتحكم فيه؟ طيب نشوف الفيلم ونرجع. عندنا هنا نموذجين اكتر من رائعتين بقى، فنانتين طبعا الله يرحمهم برضو، الفنانه الجميله سعاد حسني والفنانه الجميله سناء جميل. نشوف وصلاح منصور. انا بس بتكلم عن المرأة، انا بس بتكلم عن ستات الفيلم والله يرحمهم جميعا. نشوف الفيلم. طيب
لسه كنت بقول استاذ احمد ان كل كادر من الكادرات دي بتبقى لوحه فنيه كده لوحدها. طيب نروح للنموذجين اللي قدمهم الفيلم. طبعا الفنانه سناء جميل ودرتها ست حفيظه. الله يرحمها، ودرتها اللي هي مش اصلا مش عايزه تبقى موجوده في الوضع ده. الفيلم ده تحديدا هنبعد عن الاسقاط السياسي او هنتكلم الرموز عن اللي المرأة. احنا بنتكلم عليها، نبعدها شويه. تعالي ناخد وضع المرأة في هذا الفيلم. انا عندي نموذجين مختلفين تماما. نموذج الست صاحبة الاطيان القوية المقتدرة اللي هي كلمتها بتمشي على جوزها، مش العكس. يعني هنا الميزان مختلف. والست الاخرى الجهلة الفقيرة التعبانة اللي مش قادرة، اللي هي بتشقى، مش هقولك بتسعى، بتشقى ان هي تأكل ولادها وجوزها. شوفي التنافس بقى والحرب ما بين الاثنين هي عملية ذكاء، قدرة ولكن هناك ذكاء. في مشهد كان غريب جدا في هذا الفيلم يلخص لك كل الليلة دي، اللي هو ايه؟ هي سعاد حسني لما وافت فراحت مع شيخ البلد القاهرة على اساس ان هو يجهزها وكده، فوقفت قدام الحسين تقريبا او السيدة زينب مش فاكر، وشافت اراجوز. الاراجوز قال كلمة واحدة: محدش يقدر على ست. فهي استخدمت ذكائها. ومين انتصر على كل دول؟ برغم ان هي مرأة مقهورة تم طلاقها من جوزها غصب عنها وجوازها في نفس اليوم، يعني شوفي الليلة كلها جاية ازاي. لكن هنا المرأة استخدمت ذكائها فين؟ ده يعرفك قوة المرأة والمجتمع اللي كان مؤمن بقوتها برغم كل اللي بيحصل. وفي النهاية انتصرت على مين؟ ده انتصرت على العمدة نفسه وعلى مرات العمدة اللي راحت. والفئة دي فعلا بتبقى كده، يعني لو انت رحت فعلا في الفلاحين هتلاقي رغم ان ممكن كتير منهم مش متعلمات لكن عندهم من الذكاء، بتدور بيت وبتدور عيلة كاملة في دايما في الفلاحين اكسبريشن كده يقول لك ايه؟ المرأة وتد، عماد البيت. الوتد اللي هو الساري اللي بتقوم عليه الخيمة كلها. في اي مكان من الارياف مهما عملتي والراجل ليه كلمته وكل حاجة، دخل البيت هي اللي بتدير البيت. هي وزير الاقتصاد، هي كل حاجة صح. داخل هذا البيت. هنا من هو الذكاء والفطنة سبحان الله يعني فعلا، واللقم احيانا، يعني دايما موضوع لا مش احيانا، هو دايما. لا في طيبات كتير، بس في وضع زي فعلا بتلاقي جوزها هيتجوز عليها مش عارفه ايه، بيبقى عارف عندهم خطط يعني. هي خلي بالك انت، يعني انا فاكر الله يرحمه استاذ مصطفى امين قال جمله غريبه جدا. قال: انا ساعه ما بيشتد بيا الحال وبفكر كتير اتمنى ان اشعر بشعور المرأة. ليه؟ هي عندها قرون استشعار سريعة او بعيدة المدى. ازاي هي بتحس باي حاجة، باي تغير، باي مشكلة، ازاي هي بتحس بده، لكن بتستخدمها بقى ازاي؟ ده المشكلة. تمام. هنا السينما جابتها بشكل اخر، لكن في النهاية انتصرت ولا لم تنتصر؟ وانتصرت على اقوى الرجال. طيب انا عشان بس كمان الوقت عندنا مجموعة من الافلام وهقولهم لك ورا بعض واسيبك يعني تسرد كده صورة المرأة فيهم. بين القصرين كان في اكتر من نموذج، ودعاء الكروان طبعا الفنانة الجميلة برضو فاتن حمامة، وفي برضو استخدمت نفس الذكاء اللي انت كنت لسه بتتكلم فيه عنه دلوقتي. شيء من الخوف الفنانة شادية. يعني انا هبتدي بشيء من الخوف في دقيقة واحدة، في كلمة بسيطة جدا. لو انا شفت صورة شادية، ويا ريت تبقى موجودة على الشاشة، انا شايف لوحة تشكيلية للمرأة المصرية اللي رسمها محمود سعيد بلبسها بقوتها بكل شيء. هنا هي وقفت قدام مين؟ ده وقفت قدام اعتى الرجال. تمام؟ اذا صورة المرأة هنا الصورة القوية اللي قدرت تهد هذا العتريس. تمام؟ ده بالنسبة لشيء من الخوف. بالنسبة للأمنة في دعاء الكروان، المكر والذكاء الموجودين عند المرأة
قدرت في النهايه برضو ان هي توصل لفين؟ للي هي عايزاه. اما الافلام الثلاثه اللي هو عملها نجيب محفوظ، ثلاثية نجيب محفوظ، الثلاثيه بين القصرين، السكرية وقصر الشوق. هنا بقى نختلف. ليه؟ لان انا برجع للزمن لورا وبقول نجيب محفوظ هو الابن الشرعي لثوره 19. هو نقل الحياه المصريه من ثوره 19 من الحارات الى الشاشه. المراه قبل ثوره 19 كانت تابع للرجل، وكان الرجل في بيته سي السيد، ولكن بره هو بيروح الكباريهات او بيروح البيوت اللي كان بيروحها دي ويرقص. وخير من مثل هذه المرأة كانت أمال زايد. أمال زايد اللي هي أمينة، تقول له حاضر يا سي، هي كل حاجة عندها إيه؟ حاضر يا سي السيد. خدي أمينة كنموذج لثورة 19 وتعالي لشادية اللي عملتها في 67. هناك فارق كام سنة؟ 5 أو 48 سنة. كويس؟ في ال 48 سنة دول حصل تغير في المجتمع من امرأة تابعة للرجل إلى امرأة تقف في وجه أعتى الرجال. هنا أقدر أقول السينما قدرت إزاي تجسد نماذج مختلفة ابتدت بالضعف وانتهت بالقوة. فهنا هناك فرق. جميل جدا. طيب احنا ان شاء الله يكون معانا تاني لقاء نتكلم فيه عن الافلام الحديثه، يمكن او السينما او صوره المراه في الافلام الجديده، لانه خلاص وقتنا ما واقفين كده، احنا عند سنه حاجه و80 افتكر، يعني ما دخلناش لسه دخلناش السبعينات. ما دخلناش لسه ليه قلنا اريد حلا متهيألي كان 80 يعني. بس يعني برضو ما تناولناهوش بشكل كافي كده. احنا كنا الستينات تقريبا، 67 اخر حاجه اللي هو شيء لسه الحقبه الزمنيه بتاعه السبعينات والثمانينات في نقله التسعينات خلي بالك ان حصل نقله كبيره جدا حتى في شكل المراه على الشاشه. وبقى في جرأة كمان في التناول، حاجات ما كان الناس بتتكسف تتكلم عنها زمان بتتعلق بالمرأة والبنات، ابتدينا دلوقتي نتكلم عنها بشكل اوضح. بس خلينا طبعا نخصص فقرة تانية ان شاء الله في لقاء تاني، لانه الوقت كده للاسف مش معانا. بشكر حضرتك استاذ احمد سعد الدين ناقد سينمائي، شكرا جزيلا. شكرا لي. وبشكركم على حسن المتابعة. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب، وتصبحوا على الف خير.